في لحظات كده في الحياة تحس إنك خلاص مش قادر تكمل بنفس الطريقة. الناس كتير، الأصوات كتير، الطاقة مرهقة، وإنت جواك صوت صغير بيقولك ابعد شوية. مش علشان تكره الناس، لكن علشان ترجع لنفسك اللي نسيتها وسط الزحمة. الاختفاء مش ضعف ولا هروب. الاختفاء أحيانا عبادة وسكينة وإعادة اتصال بينك وبين ربنا. خليك معانا النهاردة في رحلة صغيرة نكتشف فيها سوا إزاي الاختفاء عن الجميع ممكن يغير حياتك تماماً. احنا بنعيش في زمن كله صوت، مش صوت الناس بس، صوت المقارنات، صوت التوقعات، صوت اللوم، وصوت داخلي بيزن على ودنك طول الوقت: انت مش كفاية. كل ده بيخلي دماغك دايما شغالة حتى وانت ساكت. تحس انك متعب من غير سبب واضح، وانك محتاج راحة مش جسدية، راحة في بالك، في قلبك، في روحك. بس الغريب ان اكتر لحظات السلام اللي ممكن تعيشها هتكون لما تسمح لنفسك تسكت وتختفي شوية. مش تختفي من الحياة، لكن من الدوشة اللي مش بتسيب لك فرصة تسمع نفسك. الهدوء مش رفاهية، الهدوء علاج. وساعات علشان توصله محتاج تبعد، مش لأن الناس وحشة، لكن لأنك محتاج ترتاح من صوتهم شوية. لما تبعد عن الكل تبدأ تشوف حاجات ما كانتش واضحة قبل كده. تشوف مين كان بيحبك عشانك ومين عشان مصلحته. تشوف انت كنت بتعيش لمين، لنفسك ولا علشان ترضي الناس. ساعتها هتفهم انك كنت بتجري في سباق مش بتاعك، بتسابق على رضا ناس ناسي نفسها أصلا. الاختفاء هنا مش نهاية، ده بداية الوعي. ربنا ساعات بيخليك تبعد مش علشان يحرمك من الناس، لكن علشان يعرفك قيمتك من غيرهم. اللحظات اللي تقعد فيها لوحدك هي اللي هتعلمك مين انت بجد. يمكن في البعد تكتشف انك كنت محاصر بكلام كتير وضغط وطاقة سلبية، وانك لما سكت بدأت تسمع نفسك أخيرا. وساعتها بس هتفهم ان الاختفاء مش هروب، الاختفاء وعي. في ناس أول ما تسمع كلمة وحدة تحس إنها حاجة وحشة، إنها فراغ أو إنها علامة فشل. بس الحقيقة الوحدة مش دايما كده. أوقات كتير الوحدة هي اللحظة اللي بتتعرف فيها على نفسك لأول مرة. تبدأ تسمع صوتك من غير ما حد يوجهك، وتكتشف إنك كنت محتاج السكون ده عشان تفهمك. الناس اللي بتخاف من الوحدة هم اللي عمرهم ما جربوها صح، لأن الوحدة الحقيقية مش إنك مفيش حواليك ناس، لكن إنك تكون قاعد مع نفسك ومش متصالح معاها. إنما لما تبدأ تتقبل نفسك، تحبها رغم عيوبها، وتشكر ربنا على كل حاجة فيها، حتى النواقص اللي كنت شايفها ضعف، ساعتها الوحدة تتحول من سجن لحرية. في الوحدة هتتعلم تبص للسما بدل الأرض، وتحكي مع ربنا بدل ما تشتكي للناس. هتحس إنك مش محتاج حضور حد عشان تحس بالأمان، لأن الأمان الحقيقي جواك وفي قربك من ربك. وساعتها هتفهم معنى جميل جدا، إن ربنا ممكن يبعدك عن الكل علشان يسمعك صوته هو بس. كل اللي بيحصل لك وانت لوحدك مش صدفة، ده ترتيب رباني دقيق جدا علشان يطهرك من دوشة الدنيا ويجهزك ترجع أقوى وأنضج وأنقى. الوحدة مش دايما وجع، الوحدة ممكن تبقى بداية شفاء، لأن فيها هتعرف يعني إيه تكون كفاية بنفسك، ويعني إيه تحب وجودك حتى من غير تصفيق. الاختفاء مش معناه إنك تقطع الناس فجأة، ولا إنك تبقى قاسي أو جامد، ولا حتى إنك تسيب الدنيا وتمشي بعيد. الاختفاء الحقيقي هو إنك تعيد ترتيب حياتك. ابدأ بهدوء، مش لازم تعلن إنك بتختفي، ولا تكتب بوست تقول فيه أنا محتاج راحة. انسحب بهدوء زي النسمة، من غير صوت، من غير تبرير. أول خطوة: قلل صوت العالم. خد فترة راحة من السوشيال ميديا، من المقارنات اللي بتستنزفك، من الناس اللي وجودهم بقى عبء مش راحة. مش لازم تقطعهم، بس خليك بعيد شوية. تاني خطوة:
اقضوا وقت مع نفسك. اقفل الموبايل واسمع موسيقى هادية أو أذكار الصبح والمساء. اقعد في مكان ساكت، على البحر أو على البلكونة حتى. المهم تسيب مساحة لصوتك الداخلي يطلع. تالت خطوة، اكتب. اكتب اللي مضايقك واللي نفسك فيه. اكتب شكر لربنا على حاجات صغيرة، حتى لو النهاردة قمت من نومي وأنا مرتاح. الكتابة بتصفي القلب زي المية اللي بتنظف حجر. رابع خطوة، اختار دايرتك الصغيرة. مش كل الناس تستحق تعرف عنك كل حاجة. خلي ليك دايرة محدودة جدا، ناس بتحبك بصدق مش بعدد لايكاتهم. خامس خطوة، قرب من ربنا. دي مش خطوة، دي حياة. سجدة واحدة في آخر الليل ممكن تشفي جواك حاجات ولا 1000 جلسة علاج نفسي تقدر تعملها. احكي له بكل حاجة، حتى اللي مش قادر تقولها لحد، وساعتها هتحس إنك مش مختفي. انت بس رجعت لنقطة الأصل، لنفسك. الاختفاء مش دايم، بس بيعلمك قيمة الظهور الحقيقي. لما ترجع هترجع بروح مختلفة، مش مضغوط، مش محتاج تثبت حاجة، بس رايق ومتصل بنفسك وبربك. بعد فترة الاختفاء هتحس إن الدنيا هديت جواك وإنك بقيت تشوف الأمور بنظرة مختلفة. هتكتشف إنك مش نفس الشخص اللي كان قبل كده بيحاول يرضي الكل، ولا اللي بيتعب عشان يسمع صوته في وسط الزحمة. هتحس إنك أخيراً بقيت فاهم نفسك، عارف حدودك، عارف مين يستحق وجودك ومين لأ، وهتعرف تختار مين يدخل حياتك ومين تسيبه وراك من غير وجع. في اللحظة دي الناس هتلاحظ إنك اتغيرت، بس مش هيفهموا إنك ما اتغيرتش، إنت بس رجعت لنفسك. هترجع بهدوء، مش بالكلام الكتير، لكن بنظرة فيها سلام وبخطوات واثقة مش مضغوطة. كل حاجة هتتعامل معاها بطريقة أبسط. اللي كان بيضايقك قبل كده هيعدي من جنبك كأنه ولا حاجة. اللي كان بياخد من طاقتك هتبقى عارف تحمي نفسك منه. الجميل بقى إنك لما تهدى هتبدأ تسمع ربنا أكتر، تحس إن في توجيه هادي جواك، مش شرط صوت، لكن إحساس بيقودك للطريق الصح. الناس ممكن تفتكر إنك انعزلت، بس اللي فعلا حصل إنك اتصلت بنفسك وربك وبالحياة الصح. وهتعرف إن اللي حصل ما كانش صدفة، كان لازم تختفي علشان تتولد من جديد. من اللحظة دي ما تستعجلش الظهور، ارجع وقت ما تكون جاهز. اللي مكتوب ليك هتلاقيه، بس المرة دي هتستقبله وانت رايق مش مضغوط، وانت مليان رضا مش ناقصك. في آخر الرحلة دي خليني أقول لك حاجة من القلب. مفيش هدوء حقيقي إلا لما تقرب من اللي خلقك. كل الطرق اللي بتدور عليها علشان ترتاح هتوصلك في الآخر لنقطة واحدة، باب ربنا. يمكن تكون تعبت، يمكن تكون مش لاقي نفسك وسط الزحمة، بس صدقني ربنا عمره ما غاب عنك. هو كان معاك طول الوقت، بس انت اللي كنت محتاج تسكت شوية علشان تسمعه. الهدوء مش إن مفيش صوت حواليك، الهدوء إن قلبك يكون مطمن حتى لو الدنيا بتلف حواليك. خدها قاعدة كده، كل مرة تبعد فيها عن الناس ارجع لقرب ربك أكتر. كل مرة الدنيا توجعك افتح المصحف واسمع الآية اللي هتجيلك كأنها مكتوبة ليك انت. السكينة دي رزق، بس ما بتنزلش غير على قلب راضي. فرضة حتى لو لسه الوجع موجود. اطمن حتى لو الطريق مش باين، وابتسم لأن ربنا شايفك وبيجهزك لحاجة أجمل من اللي كنت بتتمناها. وافتكر دايما، مش كل اختفاء خسارة، ومش كل سكوت ضعف. وساعات لما تختفي ربنا بيظهرك في مكان أعلى وفي وقت أنسب. فاهدأ وسيب ربنا يكمل الحكاية اللي بدأها جواك.